السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. النهارده وصفتنا صغيره قوي والفيديو قصير قوي. تمام، هنعمل النهارده رواق بالشوربه والبصل على الطريقه السعوديه، او سموها شوربه البصل الفرنسيه على الطريقه السعوديه. الاكله دي كانت والدتي دايما بتعملها لنا زمان في اي وقت، مش لازم العيد. فتة الرقاق بالبصل والشوربة. ما كناش نعرف اسمها. بس كان طعمها لذيذ قوي. اللي يعرف اسمها من حبايبنا في الصعيد يقول لي على اسمها في الايه في التعليقات. يلا بينا نبدأ. اهم حاجه في الوصفه دي البصل، فانا جبت بصلايه كبيره وحته صغيره جنبها كده وفرمتهم خشن. عايزين تقطعوها جوانح اللي يعجبكم. تمام. جبت طاسه طبعا او حله او صينيه، حطيت فيها معلقه سمنه، ويفضل سمنه بلدي طبعا، وانزل عليها بالبصل بتاعنا عشان يتحمر. اديله تحميره حلوه. بقول لكم شوربه بصل فرنسيه. شوربه البصل الفرنسيه بيحمروا فيها الايه البصل. طبعا انا سلقه لحمه، وشوربه اللحمه يعني لازم تكون دسمه شويه عشان نحس بطعم الرقاق. هنا البصل اتحمر زي ما انتم شايفين، خد لون حلو قوي. هنزل بقى بالشوربه بتاعتنا وفيها قطع اللحمه. هدي اللحمه كده نكهه الايه البصل المتحمر. طبعا الشوربه متبهره وحاطين لها توابلها وبهاراتها، مش محتاجه اي توابل نحطها على الايه على البصل ده. سيبه يغلي لحد ما اجهز الايه الرقاق بتاعنا. انا كان عندي شويه رقاق صغيرين، اللي خلاني افكر في الاكله دي انا كان عندي شويه رقاق صغيرين كده مش هينفعوا حاجه، وقلت اعمل الاكله دي. لذيذه جدا. كسرت الرقاق، بس كسرته خشن برضو لان الرقاق زي ما انتم عارفين بيبقى رقيق او خفيف، هيدوب بسرعه من ايه من السخونيه بتاعه الشوربه، مش محتاجين نفتته جامد. الشوربه غلي زي ما انتم شايفين، منظرها تحفه وريحتها وطعمها كان جميل جدا. هنا رصيت اللحمه على وش الرقاق. ممكن نشيل اللحمه الاول ونسقي الرقاق وبعد كده نحط اللحمه. انا حطيت اللحمه وقلت اسقي الايه كله ببعضه. الشوربه لونها تحفه تحفه بجد والله، وطعمها خطير. خلصنا الرقاق كده ما شاء الله. اكله ما خدتش وقت تماما، لذيذه جدا، المنظر تحفه. سموها فتة، سموها شوربة البصل الفرنسية على الطريقة السعودية، اللي يعجبكم. تحفة ولذيذة، جربوها وان شاء الله تعجبكم. طعمها خطير ومش هتندموا ان انتوا تجربوها. وتعملوها كل ما يكون عندكم لحم. ويا سلام بقى اللي بيحب شوربة البط يعملها بشوربة البط، تحفة. شايفين المنظر؟ جميلة جدا، جربوها وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.